مرحبا، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله راح يكون فيديو مختلف ولذيذ. رحلة قصيرة معي. نبدأ أول شيء بغسل الأواني، بعد ذلك نعمل كيك عيد ميلاد لأحلى وأجمل صغيرتي، اليوم عيد ميلادها، وآخر شيء نحتفل معا. تعالوا تشوفوا شو صار. الله، نبدأ على بركة الله. أول حاجة تعرفون عند غسل الأواني تأتي كثير من الأفكار، ولكن أنا أرتبها وعم أشتغل. شوفوا الآن كيف صارت نظيفة. والآن قررت أن أنظف البوتاغاز، يعني لم أنظفها في الليل، والله تعبانة جدا. تعرفون أنا أنظف وأفكر كيف أفرحها، ما هي الهدية التي سأجلب لها. الآن عندما أنتهي أذهب إلى عمل الكيك قبل أن تخرج من المدرسة. وهنا انتهيت. انظروا النظافة، حتى أنظف كل شيء حتى أبدأ في الطبخ أو عمل كيك أو أي شيء. النظافة هي الأولى عندي. حضرت الصينية، رشيتها بالفرينة والزيت. الآن أبدأ بعمل الكيكة. أوريكم المقادير. درت 4 بيضات، لم أعمل الكثير من السكر، ملعقتين، ملعقة صغيرة من لافاني، وخميرة الحلوى، وقليل من الزيت، ملعقتين، ووضعت 5 معالق تاع الفرينة. ثم حركتها بالباتور كما ترون حتى تصبح ثقيلة، ثم أضيف لها الفرينة التي قلتها لكم. ثم أخلطها أخلطها ببطء. الآن طابت وقسمتها على 2. الآن سأجهز كريم شانتي مع الحليب لكي أضعها فوق هذه الكيكة. الآن هنا عندي كأس من كريم شانتي وأزيد له كأس من الحليب، يعني يجب أن يكونوا متساويين. ثم أخلطه حتى تتشكل. تعرفون كريم شانتي كيف يتشكل. أضيف له علبة ياغورت تاع هذيك الكراميل كي يعطي جو تاع كراميل. ثم أخلط جميع المكونات وأضعها فوق الكيكة. والله النتيجة هائلة جدا جدا وجميلة. الكيك الآن جاهزة، شكلها ولا أروع، ريحتها خلت شفتوا هذه الضحكة؟ هذه أجمل هدية. في نهاية الفيديو كاين يوم عادي لكن مليان حب وفرح. شو رأيكم؟ جربوا تعملوا هيك لأهليكم، حتى لو كان بسيط أكيد راح يفرحوا. في الأخير أطلب منكم أن لا تنسوا اللايك، الاشتراك، وتفعيل القناة حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم، إلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله.